فضلك يا مستر فريرا يا اللي انا جايبك وبدعمك كل لاعب يلعب مكانه. زكريا الوردي اللي كان هو 6 لعبوه 8 مع الرجاء، اقوى فريق في العالم العربي دلوقتي في افريقيا. هو الرجاء دون، ما انا قلت كان في خناقه بين الرجاء والوداد عليه من الاول، احنا جبناه. يبقى صفقه فاشله ولا ناجحه؟ ناجحه، بس لعبوا مكانه. سامسون جاب كام جول؟ 17 جول ولا مش عارف كان جاب جول؟ 17 جول تقريبا في موسم او تمام. ما نسيبوش يصدي ونقول صفقه فاشله. 3 عمرو السيسي ده 6 تاني 6 ما يلعبش 8. ما انا عندي 8. امام عاشور ما هو 8. 28 ايه؟ 28 جون لفريقه. طيب ادي 28 من 39 لوحده. ده جامد يا لاعب، جامد يا جماعه. احنا ما جبناش صفقات فاشله، لاعب مكانه ما تخلوش يقعد يصدي. انا بقول اهو تاني، اللي انت بتقوله انا بقوله، اللي انت حاسس بيه انا حاسس بيه. دونجا قد طارق حامد 100 مره، يشيل خط الوسط لوحده. دونجا هو عمرو السيسي، ما ينفعش اتنين يلعبوا في مكان واحد، بيخشوا في بعض. الزناري هو محمد عبد الغني، ما ينفعش الاتنين مع بعض، ما ينفعش. هيقول لك ده بيهاجموا، انا مش بهاجم، انا بقول الكلام اللي انتوا بتقولوه. بس لما اقول انا لا بيتدخل، طب ما انتوا بتقولوا لا احنا كده، احنا كده جمال، احنا كده جمال. خلاص. انا لو بدرب نادي الزمالك انزل الاثنين، انا راجل فريق بطولات مهاجم. هو سيف دون مش هداف البطوله العربيه؟ مش احنا اللي وصلناه في منتخب تونس ما يلعبش اساسي زي حمزه المسلوسي، اصلا باك يمين منتخب تونس، لعبته مساك ما خدوش في المنتخب. ما احنا عشان عندنا بس عيال مؤدبه ما بتتكلمش. هو زيزو ده مش ربنا خلقه يمين؟ وعندي مصطفى شلبي ده جاب 12 جون مع انبي، العبه شمال. يا جماعه والله ما كيمياء. انما انا بقول اهو اللي انتوا بتقولوه انا بقول اهو، بس مش هجيب الراجل اقول له الكلام ده. لو المترجم عنده دم يقول له الناس بتقول ايه. ممكن يتقبل هو من الجمهور، ما يتقبلش مني انا. انا مش فاهم. عندي احسن 2 اجوان ومعاهم عيال شباب زي الفل. عندي عواد وعندي صبحي. عندي احسن 3 ما يمين، عندي عمر جابر وعندي المسلوسي وعندي نيمار. عندي احسن مساكين، ربنا يشفي دونجا طبعا، قصدي الونش ويرجع ان شاء الله. وعندي عبد الغني، وعندي الزناري اللي كان شايل الطريقه لوحده، وعندي حسام عم مجيد. لا انا عندي يا جماعه لعيبه وعندي صفقات. عندي في الناحيه اليمين خلاص، عندي في الشمال فتوح وعبد الله وعبد الشافي. لا انا عندي احسن، لا ده انا خلاص عندي احسن لعيبه. ما تقوليش صفقات ومش صفقات. طبعا هنجيب ان شاء الله، بس ما يعني اللي عمالين يهروا وامير جاب، لا جاب احسن صفقات، بس يلعبوا ويلعبوا في اماكنهم. عندي خط النص، عندي دونجا وعندي امام عاشور وعندي سيف جعفر وعندي رؤى، وكان عندي يحيى الوردي يا زكريا الوردي. خلاص. وعندي عمرو السيسي، ده اللي عنده 1 ولا 2 بيقول انا ملك. وبعدين انت عندك هنا السيسي يا جماعه رقم 6، احنا اشتريناه عشان رقم 6. انا مستشار ولا محامي، ما تقوليش تعالى اشتغل دكتور او مهندس، ما ينفعش. هيقول بهاجم، انا مش بهاجم، انا بقول اللي انتوا بتقولوه. عندي هنا في اليمين، عندي في الشمال قلنا مصطفى شلبي ويوسف اسامه نبيه. وعندي في الناحيه اليمين زيزو وعندي شيكابالا. لا بجد يعني انا يا جماعه لا مش كده، ما فيش فريق في مصر كلها عنده اللعيبه ديت. عندي في الهجوم يوسف حسن وعندي سيف وعندي سامسون اللي جايب 2، انت قلت لي جايب 32 جول 28 جول اهو. مش كده، كل دول مهاجمين وصنع 11 جول. حرام، حرام. يبقى احنا تعبنا عشان نجيب احسن لعيبه ونضيعهم.
سواء في التشكيل او في التغيير او في القعده. لا اقعد، ما تلمسش الكوره. هو ده نعم. مين؟ ما انا قلت لك شلبي في الشمال ونضاين سالوا دلوقتي يقول لك ايه، شلبي مزمنه. يا جماعه شلبي في التمرين خلاص، اسمه انداي في التمرين. لا امير جاب احسن صفقات، وقبليها جاب فرجاني الساسي، وقبليها جاب ابن شرقي، وجاب زيزو. ما هو اللي جاب كل اللعيبه دي، بس احنا عايزين نشتم وبعدين نيجي نتكلم يقول لك بيتدخلوا. لا ما هو برضه، ما هو اللي انا قلته ده كل الجمهور قالوا زملكاوي، وكل الدنيا بيقول لك الناس عرفت خلاص، حافظت الزمالك بيلعب ازاي. ده بالاضافه عندك بقى طارق، مش كده اسمه طارق، بتاع الواد ده بيلعب باك يمين وبيلعب مساك. لا عندنا لعيبه كتير يا جماعه جامده. وطلعنا بقى ان الفريرا طلب مروان عطيه، ولو مش مروان عطيه ما يعرفوش مين مروان عطيه دون، مين هو. يعني هو بيلعب في الاتحاد السكندري بقاله دلوقتي 4 5 سنين، جاي من كفر الدوار. هل الاتحاد السكندري طلع الاول ولا تاني ولا تالت؟ ما طلعش، مش كده. فاحنا بندعم النهارده ولادنا هم، فتوح والولد الثاني عبد الله، ان في التمرين موتين نفسيهم. واحد يقول لك ايه، هو انت قلت ليه هديهم الفلوس اللي ليهم؟ عشان انا شامم ريحه الدوري جايه ان شاء الله، شامم. وسالت ليه فلوس ياخدها؟ ما انا اب، احيانا اطبطب واحيانا اشد الودن، هو الاب كده. انما دم 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 او اسيبها سايبه. وبعدين اي حد يقول لك ايه، امام عاشور اصلا كتب مش عارف اسود اسود، اتعاقب. ما تفهمنيش ان انت هتقول لي هعاقبه. انا عندي امير مرتضى رخم رخامه غير طبيعيه في العقوبات، يعني يمكن انا ارحم منه شويه، لكن امير كده ما بيهزرش. إيه اللي مخصوم منه 300 ولا مخصوم منه نص مليون؟ لا بيخصم. بس مش لازم اطلع اقول لك والله انا خصمت، انت مش مشكلتك اقول لك. ومن فضلك يا اللي انا بخاطبك انت دلوقتي، مالكش دعوه باللعيبه. مش عايز اسمع كلمه لعيبه موظفين. انا اقول الكلام ده بقى فرق بيني وبين الاهلي 15 20 بونت، انما ده فرق ماتشين انا هلعب وربنا يكرمنا نزق العيال كسبوا خلاص نطبطب عليهم لغايه ما يكسبوا. هو انا ابني لما اقعد اشتمه كل يوم واضربه كل يوم هيطفش من البيت اصلا، هيطفش، هياخد امه ويطفش. يلا لا ده باين عليه مش عارف مخه ضارب، يلا يلا اما نمشي من هنا لما قعدنا في بيت الراجل ده. انما انت احيانا بتطبطب واحيانا بتجيب له هديه واحيانا بتشخط فيه واحيانا هو كده. احنا رجعنا في شهر 10 خدنا الحكم، فرجعونا تقريبا في شهر 12، قعدنا شهرين لغايه ما جت الانتخابات. انا بس بوريك الازمات، لو كان الواد الاسطوره ده كان موجود اقسم بالله كان انتحر. جينا لقينا مفيش ولا مليم في الاشتراكات، لان ده القرض اللي محسين لبيب وعصابته خدوه من بنك مصر 70 مليون، تمام. وقال لك يتخصم منين؟ من الاشتراكات. ما لقيتش اشتراكات، كنت بعتمد على الله وعلى الاشتراكات. الشركه الراعيه لقيتهم واخدين فلوسهم كلها من الشركه تاني، كلها من الشركه الراعيه، و30 مليون جنيه زياده من يعني في اللي انا جيته. ادي ايه؟ 3. لقيت الضرايب ليها 197 مليون ومش عارف 98 مليون. طب ادي رخره، ما كل دي ازمات. لما انت جيت لقيتها، لقيت كل اللعيبه اللي بقى له 6 اشهر و7 اشهر ما خدش فلوسها في كل الالعاب. ادي برضو ازمه. كل ده احنا عديناه، بتعديه. تمام. جينا هنا القيد موقوف، عديناه. والكود رجع لما دفعنا. اللي كان لنا القيد موقوف تاني كان عشان محمد ابراهيم وهاني زاده اللي بيقبض رسمي بيرتشي رسمي ده، وعدينا القيد بتاعنا وكملنا. تمام. جينا لقينا حجز على الحسابات، عديناها. انت عمال تعدي يا جماعه، عمال تعدي.